هذه التحركات الاجتماعية السلمية كما قلت مفهومة وقدرناها وتعاملنا معها ووجدت لها إصلاحات إن شاء الله، لكن الذي يجب أن يكون في الانتباه هناك مجموعات متطرفة صغيرة دخلت وسط التجمعات من أجل استغلال أي تحرك اجتماعي أو شبابي والانزلاق به من أجل إحداث الفتنة في البلاد. وهي تعد هذا الموضوع منذ مدة، حركات متطرفة دينية وحتى يسارية، الهدف هو إيجاد الفتنة واستعمال شباب وتلامذة وطلاب من أجل إدخال الفتنة وإدخال العنف. وهناك أيضا تمويلات. يجب أن نكون حتى لا نخطئ العنوان. التجمعات عادية، التجمهرات عادية، كل التعبيرات السلمية عادية إلا استعمال العنف أو استغلال الشباب أو التلاميذ. البعض درب التلامذة على استعمال وصنع الكوكتيل مولوتوف. لذلك أقول أيضا أنه تقريبا إن شاء الله كل الشبان الصغار السن الذين ساهموا ربما في بعض العمليات تم إطلاق سراحهم تحت مسؤولية أهاليهم وذويهم. أيضا هذه مناسبة ندعو الأهالي إلى الانتباه جيدا، لأن هناك من يحاول التغرير والدفع بأبنائنا في مسائل لا نرضاها كلنا. أقول أن الأمن واستقرار المجتمعات هو خط أحمر، لأنه لو قدر الله أو أي مجتمع يدخله أتون العنف، لأن فقدان الأمن شيء سهل واسترجاع الأمن هو شيء صعب جدا. مجتمعات عديدة عانت ويلات ولأجيال ولسنوات انفلات الأمن، وهذا يستجيب الأمن ونبذ العنف يستجيب إلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان كما هو معمول بها في كل المواثيق والمعاهدات الأممية وغيرها لحقوق الإنسان. العنف خط أحمر. بالتالي التحدي الكبير أقوله لن ننزلق فيما أريد له لتونس، ولن نسقط في هذا المنح. جوابنا على التحديات هو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستجيب لطموحات الشعب التونسي بكل فئاته وعناصره. هذا هو جوابنا: إصلاح اقتصادي واجتماعي وتوسيع رقعة الديمقراطية والحريات والمشاركة السياسية لمختلف مكونات المجتمع السياسي. جوابنا ديمقراطية، حريات أكبر، توسيع هذا الهامش، وإصلاح اقتصادي وتعديل اجتماعي. هذا سيداتي وسادتي كما قلت هي نقطة أولى نتمنى أن تتلوها دائما نقاط أخرى إعلامية حتى يكون وسائل الإعلام في الصورة. لذلك ربما لن أتعرض طويلا لأنه لنا التزامات أخرى عاجلة إلى 3 و4 أسئلة بكل